هل يستاهل انك تتعلم ان في 2026؟ لانك لو بصيت على مجال الاي اي اوتوميشن هتلاقي ان تقريبا كل الناس في العالم اللي كانت بتبني اي اي اوتوميشن سيستم باستخدام ان دلوقتي بتحول له كلود كود. وده تحول ضخم بيحصل في العالم دلوقتي، وعلشان كده في الفيديو ده هقول لك بالظبط التحول ده معناه ايه وليه بيحصل، والاهم من كده ايه اللي لازم تعمله علشان تجهز نفسك للفتره الجايه وتفضل متقدم عن اي حد يدخل مجال الاي اي اوتوميشن. ولو ما تعرفنيش، انا اسمي عمر وبدات بدون اي معرفه برمجيه، فما تقلقش مش هقول لك اي كلام تقني. يلا بينا نبدا. بس قبل ما اقول لك هل يستاهل انك تتعلم ان في 2026 ولا لا، خليني الاول اوريك بالظبط ايه اللي بيحصل دلوقتي جوه مجال اتمته الذكاء الاصطناعي، لان الحقيقه في اراء كتير جدا هتشتتك، فركز معايا. لو انت كنت بتتابع مجال الاي اي اوتوميشن على اليوتيوب، غالبا لاحظت ان بعض صناع المحتوى الاجانب اللي كانوا بيعملوا محتوى كله عن ان بس بقوا دلوقتي بيعملوا محتوى اكتر عن كلود كود. والسبب بسيط جدا، ان اهتمام البحث عن كلود كود بقى اعلى بكتير خلال الشهور اللي فاتت، وده هو اهتمام البحث بتاع كلود كود اللي لونه ازرق. وده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان مجال اتمته الذكاء الاصطناعي او مجال الاتمته بيتطور بسرعه رهيبه جدا. ولو ما خدتش بالك، احنا فعليا بنشوف قدامنا دلوقتي 3 مراحل مختلفه لتطور الاتمته مع الوقت. لان المرحله الاولى كانت المانوال كودنج اللي هي البرمجه اليدويه، من الخمسينات لحد سنه 2011 تقريبا كل حاجه كانت محتاجه لغه برمجه حقيقيه عشان تتعمل. ولكن اللي بيحصل دلوقتي ان احنا دخلنا المرحله الثانيه، وهي ادوات بناء الورك فلو البصريه اللي هي الفيجوال ورك فلو بيلدرز. المرحله دي بدات في 2011 مع ادوات زي زابير، وبعدها ميك في 2015، بعدها ان في 2019. الادوات دي خلتنا نقدر نبني الاتمته من غير ما نكتب سطر كود واحد. ودلوقتي احنا داخلين المرحله الثالثه، وهي الايجنتيك ورك فلوس. يعني ايه ايجنتيك ورك فلوس؟ يعني ورك فلوس معتمده على الايجنتس باستخدام منصه زي كلود كود. لان في كلود كود انت بكل بساطه تقدر توصف اللي انت عايزه باللغه العاديه، وهو يقوم يبني النظام بالكامل ويختبره ويصلح الاخطاء اللي فيه، وكل ده باقل تدخل بشري ممكن. وده بالظبط السبب اللي مخلي الناس تعتقد ان بتموت، لان حاجه كانت بتاخد منك ساعات علشان تتبني ان دلوقتي ممكن تتعمل في دقايق عن طريق انك تكتب برومبت واحد جوه كلود كود. وده بيخليك تفكر ان ادوات الفيجوال ورك فلو بيلدرز اللي هي ادوات بناء الورك فلوس البصريه زي ان بدات تبقى قديمه او مش ضروريه. والناس اللي بتقول انها بقت قديمه او مش ضروريه عندهم 3 اسباب. واول سبب، الناس اللي شايفين ان انتهت خلاص بيتكلموا عن الكفاءه. لان انا شخصيا كنت باخد وقت كبير جدا علشان ابني اي انظمه اتمته او اي اي ايجنتس، لكن دلوقتي مع ادوات زي كلود كود، انتجرافيتي، وحتى النماذج بتاعت جيميناي، الادوات دي بتخليك تقدر حرفيا تبني اي اي ايجنتس او ورك فلوس في دقائق قليله جدا. كل اللي عليك تعمله ايه؟ انك توصف بالظبط اللي انت عايزه باستخدام برومبت واحد بس. تاني سبب، الناس دي بتتكلم عن التطبيق على ارض الواقع. لان كتير من الاي اي ايجنتس او الورك فلوس اللي بتتنشر بشكل فايرال جدا عن النت ملهاش اي قيمه حقيقيه. هي بيبقى شكلها حلو وانت بتتفرج عليها في فيديوهات اليوتيوب، لكن المشكله فين؟ المشكله ان الانظمه دي ما بتحلش اي مشاكل حقيقيه. وتالت واخر سبب بيتكلم عن التعقيد. الناس بتقول ان الورك فلوس بتاعت ان بتبقى صعبه جدا في الاداره، خصوصا لما يحصل ديباجنج اللي هو انك تبقى محتاج تعمل تصحيح اخطاء. واحيانا الموضوع بيبقى صداع حقيقي وبتحتاج خبرة تقنية عميقة علشان تصلح الاخطاء دي. ولكن في كلود كود الموضوع مختلف، انت ببساطة تقدر تتكلم مع النظام تقول له الخطأ اللي حصل وهو يصلحه فورا. نيجي بقى على الناحية التانية، الناس بقى اللي شايفة ان ما انتهتش عندهم برضو اسباب. الناس دي بتقول اول سبب هو الاساسيات. لازم تفهم الاي بي ايز اللي هي واجهات البرمجه اللي بتخلي البرامج تتكلم مع بعض، وكمان لازم تفهم ازاي الانظمه بتشتغل مع بعض. وبيقولوا ان افضل طريقه علشان تتعلم الاساسيات دي هي انك تستخدم ادوات اتمته الورك فلو زي علشان لو انت ما تعرفش يعني ايه ويب هوك وما تعرفش يعني ايه الاي بي ايز بتشتغل ازاي، او منطق الاتمته، التفكير بتاع الاتمته بيشتغل ازاي هتكتب برومت فعال او قوي لكلود كود علشان يبني انظمه معقده. ممكن يطلع لك نظام شغال من اول مره، لكن لما حاجه تبوظ او تحتاج تعديل
ساعتها هتلاقي نفسك واقف ومش عارف تعمل ايه. والسبب التاني من الناس اللي بتقول ان انت ان لسه ما انتهتش هو التحكم، لان مع انت ان انت بتقدر تشوف بالظبط ايه اللي بيحصل في كل خطوه من الخطوات، تقدر تعمل ديباجنج اللي هو تصحيح الاخطاء وتفهم كل خطوه في الاتمته، والاهم من ده كله انك بتحس انك مسيطر بشكل كامل على النظام. ولكن خليني اقول لك وجهه نظري بناء على اللي شفته بعد ما بنيت انظمه اتمته وايجنتس في مجالات مختلفه. في الفتره من 2022 ل 2023 لو كنت عايز تبني اوتوميشنز كان عندك عدد محدود جدا من الادوات، ادوات زي زابير للحاجات البسيطه، او انك تتعلم انت ان او ميك دوت كوم للحاجات الاكثر تعقيدا، الحاجات المعقده اكتر، وده تقريبا كان كل اللي موجود. لكن دلوقتي في 2026 بقى عندك منصات الايجنتك ورك فلوز زي كلود كود اللي تقدر تبني فيها تطبيقات مخصصه وانظمه معقده باستخدام اللغه الطبيعيه فقط، اللغه البشريه. دلوقتي ممكن حد يفكر هل ده معناه ان الوقت اللي قضيته بتعلم ان ان ضاع؟ لا، العكس تماما. لو انت كنت بتبني ورك فلوز يبقى انت متقدم عن غيرك، وعندي شويه اسباب ليه. اول سبب هو تقسيم العمليات. انت اتعلمت ازاي تقسم العمليات لخطوات منفصله، وازاي تتعامل مع الحالات النادره او الاستثنائيه، وازاي تفكر في ايه اللي يحصل لما حاجه تفشل. وده بالظبط اللي انظمه الايجنتك محتاجاه منك انك تعمله. والسبب التاني انك عندك مفردات ومصطلحات الانظمه، وده من اهم الاسباب في وجهه نظري. انت دلوقتي بقيت فاهم يعني ايه ورك فلو، فاهم يعني ايه تريجرز، فاهم يعني ايه اي بي اي اوثنتيكيشنز، فاهم يعني ايه تحويل البيانات، فاهم المنطق بتاع الشروط اللي هو اللوجيك بتاع الكونديشنال. وده معناه انك لما توجه الايجنت تقدر تتكلم معاه بدقة وتقول له بالظبط انت عايز ايه. انت كمان دلوقتي بقى عندك تعامل مع الفشل، بقيت بتفهم وتحس بالمشاكل، وكمان انت شفت حاجات كتير بتبوظ، فاهم يعني ايه ديباجنج اللي هو اصلاح الاخطاء. وده معناه انك عارف الانماط اللي بتسبب الاخطاء زي الريت ليميتس، زي الجيسون لما بيكون في بيانات مكتوبه بشكل غلط. كمان بتعرف تتعامل مع التوكن اكسبيريشن، ولكن كمان قدرت تتعامل مع الحالات الغريبه اللي ظهرت معاك ممكن ما تفكرش فيها لو ما كنتش بنيت اوتوميشنز قبل كده في انت ان. انا شخصيا قضيت السنه اللي فاتت كلها بتعلم انت ان، لكن انت ان ما كانتش مضيعه للوقت، كانت خطوه مهمه. ايوه، الدخول دلوقتي لمجال بناء الايجنتس او انظمه الاي اي بقى اسهل، لكن اللي الشركات بتدفع فلوس مقابله مش مجرد بناء الانظمه، هم عايزين شخص يفهم المشكله بتاعتهم، لان اغلب العملاء مش بيعرفوا يشرحوا احتياجاتهم بوضوح، وعايزين شخص يقدر يربط النظام الجديد مع الانظمه القديمه اللي موجوده عندهم، ويتعامل مع الحالات اللي مش متوقعه اللي بتظهر مره واحده، وكمان يقدر يتعامل مع المتطلبات بتاعتهم اللي هي زي متطلبات الالتزام بالقوانين وحاجات زي كده كتير. وطبعا عايزين شخص يقدر يفضل يحسن النظام باستمرار ويطوره بناء على الاستخدام الحقيقي، ويوسع نطاقه ويحافظ عليه مع الوقت. التنفيذ بقى اسهل، لكن كل حاجة بعد كده قيمتها بتبقى اعلى بكتير، لان ناس اكتر هتحاول تعمل اوتوميشنز وهتفشل في اجزاء معينة. بس تحسن الادوات ده بيوسع السوق، وده معناه ان شركات اكتر تقدر تستخدم التكنولوجيا دي لانها بقت ارخص من زمان، لكنهم برضو لسه هيحتاجوا شخص فاهم ازاي النظام ده بيشتغل وازاي يستخدمه. فدورك دلوقتي بيتحول من مجرد شخص بيبني النظام لشخص بيصمم النظام، شخص بيدير النظام، وشخص مستشار. طيب انا لسه مبتدئ، اتعلم انت ان ولا كلود كود؟ لو كنت سألتني السؤال ده من 3 شهور كنت هقولك ابدأ بإنت إن علشان تشوف الأتمتة بشكل بصري وتفهم الأساسيات، بس دلوقتي إجابتي اتغيرت. أنا بقولك اتعلم كلود كود، ابدأ بيه، اقعد معاه شوية، كلمه، جرب فيه، اسأله، اتعامل معاه كأنه مبرمج خبير قاعد جنبك بالظبط، لأن هو فعلا كده. هو يقدر يشرح لك ببساطة كل حاجة، يقدر يبني لك كل حاجة، يقدر يشوف ملفاتك ويفهم مشروعك بالكامل. لكن اول ما تبداوا صدقني هتكتشف ان هو مش مختلف كتير عن استخدام شات جي بي تي. هو الواجهه بتاعته بسيطه، الفرق الوحيد ان هو عنده وصول لملفاتك كلها، شايف كل حاجه، وده بيخليه اقوى بكتير في بناء الحاجات فعليا. احنا صدقني وصلنا لمرحله من ادوات النو كود ان هي خلتنا نقدر نبني انظمه بالسحب والافلات دراج اند دروب بكل بساطه، ولكن كلود كود كسر الحاجز ده اكتر. دلوقتي انت كل اللي انت محتاجه انك بس توضح اللي انت عايزه من الاي اي وهو يبنيه لك. صدقني المجال بيتطور بطريقه مرعبه بسرعه رهيبه،
الفترة الجاية هنغطي معظم المواضيع بتاعة الAgentic Workflows، وهنغطي المواضيع بتاعة Claude Code هنتكلم عنها باستفاضة. فلو انت مهتم بالمجال ده قول لي انت محتاج تشوف ايه الفترة الجاية، ولو حابب تتعمق اكتر في مجال ال AI Automation تقدر تنضم لمجتمع AI Automation University. المجتمع ده انا ببدأ معاك فيه من الصفر، ببدأ بكورس الاساسيات اللي مدته حوالي اكتر من 8 ساعات، مكون من حاجة و20 فيديو. بعدها كورس حول 15 ساعة شغل ل 15 ثانية، والكورس ده بعرفك ايه هي الاتمتة اللي بتجيب فلوس، ايه هي الاتمتة اللي ملهاش لازمة، وايه هي الاتمتة اللي بتضيع وقت وخلاص، وبس ايه هي الاتمتة اللي بتحل مشاكل حقيقية. بعديها كورس N8N ماستر كلاس. الكورس ده بعرفك فيه الاساسيات بتاعت N8N، N8N تريجرز و N8N نودز، الاي اي نودز، مكون من حوالي 11 ساعة. وبعديها كورس تحقيق ربح، وده اهم كورس في المجتمع. الكورس ده فيه كمية معلومات مش طبيعية، بدخلك في تحدي 28 يوم علشان تجيب اول عميل وتكسب فلوس من الاي اي اوتوميشن. الكورس ده مكون من حوالي 8 ساعات، ولكن المعلومات اللي فيه قوية جدا. ودلوقتي انا شغال على كذا كورس، منهم كورس انظمة البيزنس اللي بيفيد جدا اصحاب البيزنس، وكورس ضخم لكلود كود. بس كده، لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك واشترك، وقول لي محتاج تشوف ايه الفيديو الجاي، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.